السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. موضوع الفيديو بتاع النهاردة هو إجابة على سؤال اتسألتني كتير، والسؤال ده هو هل ألمانيا أحسن فعلا من مصر؟ وهل كل اللي هعمله عشان أسافر يستحق؟ يعني مثلا الوقت اللي أنا هقضيه في دراسة اللغة وتجهيز الأوراق والكلام من ده والتعب والبهدلة، هل ألمانيا تستحق ده ولا أفضل في مصر؟ وهل إني أسيب أهلي وأتغرب وكمان إني أعيش لوحدي هناك والغربة وكده، هل ده كل ده ألمانيا تستحق كل ده ولا هرجع في الآخر وأرجع؟ النهاردة هجاوبك على السؤال ده بكل صراحة، يعني من واقع تجربتي كطالب عايش في ألمانيا. فخليك متابع الفيديو للآخر. أول حاجة عزيزي المشاهد، بالنسبة للدراسة، هل الدراسة في مصر أفضل ولا في ألمانيا أفضل؟ يعني بس أولا بالنسبة للمصاريف في ألمانيا، هو الدراسة تقريبا ببلاش، يعني هي رسوم بسيطة جدا. تمام. والرسوم الجامعية برضو في أغلب الولايات بتكون بسيطة، يعني كأنك مش بتدفع حاجة، يعني هتدفع ثمنها تعب ومجهود فعلي. تمام. وبالنسبة لمصر فالتعليم برضو تقريبا مجاني، التعليم الحكومي اللي حكم في الجامعات المصرية وكده، فهو برضو نفس الشيء تقريبا مجاني. بس الجودة، يعني الجودة ساعات تعتمد تقريبا على يعني على الحظ. يعني ساعات بتعتمد تقريبا على الحظ مثلا، او الدكتور اللي هيشرح لك الماده او كده. مش دايما تلاقي الدكتور اللي هيشرح لك الماده يبقى كويس والكلام ده. حاجه تانية كمان نقطه، طبعا انا شايف ان النقطه ديت لالمانيا، يعني ان يكون فيها يعني التعليم افضل شويه من مصر، فالنقطه ديت لالمانيا. بس لازم طبعا تستحمل ضغط، طبعا ضغط اكتر، وانك تدرس بلغه مش لغتك الام. مفيش بقى الدلع بتاع مصر اللي هو ان الواحد يلم المنهج في اخر اسبوع والكلام من ده، لا. فانت لازم تبقى عارف انك هتحمل ضغط كبير عليك جدا. تاني حاجه بالنسبه للحياه والنظام والكلام من ده، في المانيا انا حاسس ان الحياه مثلا فيها نظام. المواصلات، كل حاجه بمواعيد، والكلام ده كله، تحس ان الدنيا منظمه اكتر. يعني تحس ان الشوارع هاديه والامن موجود والكلام من ده. يعني لكن في مصر في زحمه، يعني كل حاجه انت بتعملها تحس انك يعني محتاجه شطاره، يعني زحمه برضو محتاجه شطاره. فانت في مصر يعني كل حاجه محتاجه شطاره. يعني في المقابل مصر بصراحه فيها الراحه النفسيه اللي ساعات انت بتفتقدها هنا في المانيا، او مش ساعات، يعني اغلبيه الوقت انت بتفتقدها هنا في المانيا. يعني القعده مع العيله والكلام من ده مش هتلاقيه طبعا هنا نهائي. لكن مصر بصراحه فيها لمه، وفيها يعني فيها اجتماعيه وفيها لمه بصراحه. لكن المانيا انا شايفها انها فيها هدوء وفيها مسؤوليه، مسؤوليه كبيره جدا، مش مسؤوليه بس، فيها مسؤوليه كبيره جدا. بالنسبه للفرص والكلام من ده، دي الحاجه الوحيده بالنسبه لي انا، او من رايي، ان انا شايفها ان المانيا احسن فيها في مصر. يعني هنا في فرص كتيره جدا اكتر من مصر. يعني اقل حاجه ان الطالب يقدر يشتغل جنب دراسته هنا، ويصرف على نفسه ويدخر ويسافر كمان. وتاني حاجه برضو المرتبات هنا اعلى من مصر، يعني الفلوس هنا اكتر من مصر. بس برضو في نفس الوقت يعني الاسعار هنا نار، يعني هنا برضو الدنيا غاليه. ففي مصر الفلوس اقل. تمام. بس الفكره إن بيبقى فيها بدايل، وبصراحه يعني الواحد بيعرف يظبطها كده بطريقته، او هي بتمشي، يعني ربنا بيمشيها. بالنسبه للمجتمع الالماني والمجتمع المصري، ففي فرق كبير جدا، والتعاملات كان فرق شاسع. بالنسبه لي او من وجهه نظري انا شايف ان المجتمع المصري والناس احسن بكتير من هنا. يعني هنا يعني ايه، تحس انهم رسميين كده، وسهل جدا ان واحد الماني يتكلم معاك. في مصر العكس تماما، في مصر في ود، في حب، الناس كلها عارفه، حتى لو مش عارفه بعضها، ده بيساعد ده وده بيقف جنب ده. اي نعم في بعض التدخلات، يعني تلاقي نفس حد بيتدخل في حياه حد، بس انت بتحس انك مش لوحدك حرفيا. يعني في المانيا العزله، مش العزله، الخصوصيه بتحس ان فيها اعلى، كل واحد يعني في حاله شويه. بس الواحد بجد بيدفع ثمن ده، ان هو ده احيانا او في اغلبيه الوقت بيحس بالعزله. من وجهه نظري انا الشعب المصري والمعامله احسن بكتير من الالمان وكده. بالنسبه للدين والعادات والتقاليد، يعني من موجوده في مصر واللي موجوده هنا، انت كمسلم عايش في المانيا او عايش في اوروبا عموما، بص هو في مزاجد طبعا، والحمد لله في مزاجد كتيره. بس برضه يعني انت مش بتحس الاجواء اللي انت فيها في مصر. يعني مثلا وليكن رمضان، رمضان هنا غير مصر تماما. رمضان هنا ما بتحسش بيه، بيعدي عليك كده تقعد تفطر لوحدك. مفيش اجواء بقى، مفيش زينه رمضان، مدفع رمضان، مفيش الكلام ده.
في مصر الموضوع مختلف تماما في رمضان. يعني كفايه لمه العيله، كل يوم تفطر عند حد من قريبك، دي طبعا حاجات كلها بتاثر على الواحد. وبالنسبه برضو العيد، العيد هنا حرفيا هو يا دوبك الصلاه بتاع العيد وبس كده. فطبعا الحاجات دي بتفرق جدا، والواحد بيحس ان في مصر يعني الدين والعادات والتقاليد دي بتبقى جزء من الشارع وجزء من الحياه. والله يعني مصر يعني فيها العادات والتقاليد، دي احسن حاجه فيها بصراحه. الخلاصه يا عزيزي المشاهد ان المانيا مش جنه، ومصر مش جحيم زي ما انت متوقع. واخد بالك؟ كل بلد فيها مميزاتها وفيها عيوبها، بس اللي بتفرق بجد انت عاوز ايه. يعني انت هتقدر تعمل ايه، او انت هتقدر تستحمل ايه، دي اللي بيفرق بس. اعتقد دلوقتي ان قدرت اشارك لكم تجربتي بحلوها وبمرها وكل حاجه يعني. فقول لي في الكومنتات لو جالك فرصه انك تسافر المانيا او اي دوله اوروبيه، سفر دراسه شغل الكلام ده، هتسافر ولا هتفضل في بلدك، وليه برضه؟ وما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب، لان الفتره الجايه هعمل لكم عن فيديوهات اكتر تحكي تفاصيل اكتر عن جو المانيا وكده. واشوفكم في فيديو جديد.